هو ازاي مسلسل عائلة سيمبسون توقع مباراة ماتش مصر وإيران يعني بالطريقة دي وقبل الماتش، وازاي جابوا الصور وحطوها تعادل 1-1؟ لا وكمان والأغرب من كده كمان إن جايبين مصر إنها فازت على الأرجنتين، معنى ذلك إن مصر أصلا فازت على أستراليا وعدت من الدور ده، وهتلاعب الأرجنتين كمان وتطلع الأرجنتين وترجع تخسر من المكسيك. المكسيك هتخلص على كل الناحية التانية وتروح قدام البرتغال في النهائي، والبرتغال تاخد البطولة. سيناريو ولا في الأحلام. لو احنا تابعنا كاس العالم 2022 هتلاقوا ان كان في حاجات فعلا من اللي كانوا بيقولوها كانت بتحصل. هو دلوقتي هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من أتى عرافا، تمام؟ فدلوقتي انت مش بتتعرف. اقول لك حاجه، يعني نظام مثلا انا كتبت سكريبت وسيناريو وانا اللي بقوله لك. يعني دلوقتي انا اصحى من النوم بقول للناس ان محمود ضرب احمد واحمد ضرب محمود، واقوم جاي اقول الكلام ده بالتفصيل واحكي كل حاجه، واقوم جاي رايح جايب احمد وجايب محمود متفق معاهم واخليهم يعملوا كده فعلا. الناس تقوم جايه صدماني بقى اللي هو ايه ده انت فعلا، ده انت قلت حقيقه، ده انت المسلسل جبار، مسلسل جبار. الموضوع موضوع سيناريو يا جماعه وسكريبت ماشي، بس ادي كل الحوار. بس يعني الكوره بدات تبقى ايه، تبقى ماشيه سمسره. الكوره بدات تبقى داخل فيها حوار اللي هو احنا عارفين مين الفايز ومين الخسران، بس احنا عايشين وبنلم التذاكر اللي هو كده، اللي هو احنا عايزين فلان ياخد البطوله، فلان ياخد البطوله. واقول لك ان كريستيانو رونالدو ليه ياخد البطوله دي بالذات. لو طبعا شفته من فترة لما كان في البيت الابيض والزيارات اللي عملها والحاجات اللي عملها، رونالدو كان طول حياته كان عدو للفيفا، والفيفا عدو رونالدو. فبدأ يلم الدور شوية لما لقى ميسي بقى 8 كرات ذهبية. او انت هتبقى عدو الفيفا؟ طب تعالى يا ميسي خد، تعالى ميسي خد، تعالى ميسي خد، تعالى ميسي خد كاس عالم. فلقى ان الموضوع كبر قوي عليه. لا احنا نلم الدور شوية وبعد كده نشوف مصلحتنا تاني واللي احنا عايزينه نعمله، بس ناخد مصلحتنا الاول وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه. طب ليه مصر هي اللي تكسب الارجنتين؟ ليه مش كاب فيردي؟ الله اعلم، بس هم توقعوا ان مصر تكسب الارجنتين 3-1. توقعوا ان مصر تتعادل مع ايران 1-1 وتصعد. مش عارفين بقى الحقيقة فين والكذب فين، بس السيناريو عجبني بصراحة. مصر هتطلع الارجنتين، انا عجبني السيناريو ده، خليك في كده. ونكسب المكسيك ونروح احنا قدام البرتغال ونخسر النهائي. هي مشكلة اما نخسر النهائي ده احنا خدنا بتاع 30 مليون عادي خالص ولا فارق معايا، بس نعدي من الارجنتين نطلع ميسي من البطولة. بس بصراحة هسكت ناس كتير قوي، يعني محسسين ان ميسي ده ابوهم. والله مش لاعب كورة عادي، وكريستيانو رونالدو ده واحد عدو ليهم يعني. عادي، ده لاعب كورة وده لاعب كورة، شجع اللعبة الحلوة. ولا انتوا رايكوا ايه؟